اللهم بلغ رسول الله منا السلام، وارزقنا يا رب رؤيته في اليقظة وفي المنام. فكريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم لا تحرمنا زيارة قبر حبيبك المصطفى، ولا تحرمنا الوقوف على عرفات، ولا تحرمنا السعي بين الصفا والمروة يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن أراد السعادة في الدنيا فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، ومن أراد السعادة في الآخرة فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، ومن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، ومن أراد أن يبارك الله له في ماله فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، ومن أراد أن يبارك الله له في أبنائه فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، ومن أراد أن يبارك الله له في ذريته فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، ومن أراد أن يبارك الله له في أثره فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، ومن أراد أن يبارك الله له في بيته فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، ومن أراد أن يقضي الله له دينه فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، ومن أراد أن يضيء الله له وجهه فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، ومن أراد أن يضيء الله له قبره فليكثر من الصلاة والسلام على الحبيب محمد، الذي قال له ربه لمن الأرض يا محمد؟ قال لك وحدك يا رب. ولمن السماء يا محمد؟ قال الأرض والسماوات لك وحدك يا رب. قال له ولمن العرش يا محمد؟ قال الأرض والسماء والعرش لك وحدك يا رب. قال له ولمن أنت يا محمد؟ قال أنا والسماوات والأرض والعرش لك وحدك يا رب. قال له ولمن أنا يا محمد؟ قال أنت أعلم يا رب. قال له يا محمد أنا وأنت والسماوات والأرض والعرش لمن صلى عليك يا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب سعيكم وطاب ممشاكم، ونلتم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا ومقعدا يا رب العالمين في هذه الليلة العريقة تكريما لأم فاضلة رحلت إلى جوار رب كريم غفور رحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يتواصل اللقاء مع أعلام التلاوة والعالم القرآني الشهير، العضو بنقابة قراء محافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ شريف أحمد خلف، القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بأبو خليفة بالإسماعيلية، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون
سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق إذا لذهب كل إله بما خلق إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما
يصفون عالم الغيب والشهادة قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون قال رب
كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه
فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، إنك نعم المولى ونعم النصير. تلاوة قرآنية عطرة مباركة سعدنا بها من القارئ الشيخ شريف أحمد خلف، القارئ والمقيم بأبو خليفة الإسماعيلية، الذي حضر في هذا اليوم الطيب المبارك تكريما لأم فاضلة رحلت إلى جوار رب كريم غفور رحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل ربي جل في علاه أن يجعل كل حرف في ميزان حسناتها يا رب العالمين. شكر موصول للمهندس لطفي خليل أبو خريبة، أولاد الجود وجب الضيافة، مهندس مازن سعيد الذي يقوم بنقل هذه الليلة القرآنية على الهواء مباشرة. شكر موصول الحاج توكل أبو عريف وعموم عائلات أبو عريف جميعا، حج السعد أبو عريف العائلة الكريمة وعموم عائلات المناجاة الصغرى جميعا. أما الآن من علم